الاي اي اللي هيتعمل سيرفرات في الارياف ده انا متحمس له بشكل مش طبيعي. انت ده احكي له على الكراش بتاعتك اللي هي من نفس البلد، هيروح بعت نوتيفيكيشن لابوها شوف بنتك ماشيه مع مين. صوت النوتيفيكيشن ده يبقى شوف يا راجل يا اللي نايم على ودان هيبقى في بدل نوت ستيرن نايم على ودان، هيبقى على وضع اللي نايم على ودان. طبعا واضح بيبقى يا نهار اسود، ما كانش ينفع نستخدم اي ايس كريم ستيك، فجبنا اللي في كوبايه بالظبط عشان معانا اطفال تحت ال 30. يعني ماما دايما بتشوف البقعه، دلوقتي تقدري تشوفي اللحظه اللي تقدر تشوف البقعه لايف. كنا قاعدين بنفكر ايه اللي ممكن ناكله او نشربه في بدايه الحلقه النهارده. حاسس ان احنا ممكن نجيب قراراتنا، ما انت لما بتاخد قرار غبي بيقول لك اشرب بقى، بس دي مره ما حدش يشربها غير ممكن تبقى نكته. مره واحد ناضج شرب قراراته الغلط. بس هو اللي كان هيبقى غلط ان احنا نشربه، بالذات ان احنا بالليل خيبتنا ليه؟ تقيله. انا شايف والحلقه دي بتاخد منها ميمز بتاع اللي انا بتنور النور على الصراصير وهم مؤخرا اكبر شركات الاي اي مفيش ولا شركه فيهم ينفع تعتمد على الحاجات المجانيه، لانه الشات اللي بينك وبين شات جي بي تي ده بيستهلك كهرباء. الجمله اللي انت بتقولها لشات جي بي تي وهو بيرد عليك فيها دي ايكوال كاننا نورنا لمبه 3 ساعات. دي اقل حاجه. بيقول لك انه لو انت شغلت موديل يعمل لك فيديو 8 ثواني، الفيديو ال 8 ثواني ده كاننا شغلنا تكييف 1.5 حصان لمده 3 ساعات. اوف، بس الموضوع مكلف للدرجه دي؟ مكلف. ده انت كمان في حاجه غير الكهرباء، انا استغربت بقى من المعلومه دي، انه بيحتاج ميه كمان. مش بيستخدموا ميه عاديه من الانهار او حنفيات او حاجه، ميه ليفل نقائها عالي علشان ما تعملش صدى وتاكل في اجزاء الاجهزه اللي هي بتبردها دي. فتباعا لده انه الميه بيتبخر 80% منها، فبيحتاجوا يرفلوا الميه تاني. ففي اصلا دول من الدول اللي فيها سيرفرات اي اي اشتكوا، طردوا الشركات دي، خلصوا لهم الميه، ميه وكهرباء. طب ما كده ده اللي هيستبدلني، ده عايز تكافل وكرامه. يعني ده والشركات دي اصلا بتعمل السيرفرات دي فين؟ بيختاروا دول اسعار الكهرباء والميه فيها ارخص حاجه، الكهرباء والميه والانترنت. فماذا لو عملنا موديل اي اي بينفع عادي يشتغل بميه مجاري مثلا؟ لو هنفكر بمنطقيه، احنا لو هنعمل موديل اي اي احنا محتاجين نشوف مكان زي ما انت قلت كده، الكهرباء فيه رخيصه، الميه فيه رخيصه، والانترنت. فاحنا ممكن هنروح في قريه هنسرق الكهرباء من عمود، وهنعمل السيرفر ده في غيط جنب اسمها ايه دي؟ ترومبا. جنب الترومبا، واللي هو الفزاعه اسمه ايه؟ خيال المآتة. هنحط فيه راوتر هوائي، كل ما حد يطلب حاجه، برضو العماله في الارياف رخيصه، هنجيب واحد يقعد يطلع ميه بس الاي اي يجيله بالهرسه. فاحنا لو استخدمنا الميه اللي هناك دي، الاي اي هيطلع افكار بقى، هيطلع بقى افكار غريبه جدا. تيجي النهار ستيف جوبز عمل اختراع. هل تريد البرومت بتاع اول عشيه؟ وده لما تطلب منه صوره مش هيقول لك دي بتخالف المعايير، هيقول لك اتلم يا واد. هيبقى شايف انه العموديه ما ينفعش تطلع بره. انت فاهم؟ حتى لو اتكلمت على عمده نيويورك، باشا العموديه ما تطلعش بره. هيبقى شايف انه البنت لازم تتجوز ابن عمها. انت فاهم؟ ولا هنفرط في الطين. مش البنت سهى اتخطبت؟ انفورميشن ابديت. ما هيمشيها كده، هيبقى الاشتراك باليومين. واللي هو هيبقى الموضوع مش جايد لاينز and terms وبتاع، لا هو الترمس اللي يعرفوه ده. لا هيبقى بالاصول، اللي هو انت لو رحت قلت له اعمل لي بنت على بيتش وبتاع ولابسه بيكيني هيرفض. وبعدين هيقول لك المسكوفي احسن من البيكيني. للتوضيح في بط اسمه بط بيكيني وبط مسكوفي. هيعمل لك بنت وماسكه بطه، ادي البنت وادي البيكيني. ده اقصى بيكيني ممكن اديه. حسنا اذا كنت تريد البيكيني فهذا البيكيني. هل تريد ان نجرب المسكوفي؟ مع الميه ده هي الفكره في الميه. انا في حواراتي مع شات جي بي تي دايما بيبقى في حاجات ليها علاقه بالصحه النفسيه، فده لو انا قعدت اتكلم معاه وامال اقول له الوحده ومش الوحده، هو اللي في دماغه الوحده الصحيه. يعني انا بقعد اقول له انا بعاني من الوحده، فعلا الدكتور البطنه ده وحش. بشعر بالوحده في فتره. هيقول لك انت معمول لك عمل.
هل تريد ان تتصل بالشيخ مش عارف مين؟ لدي تجارب عظيمه. ديك النهار بنت ابو سويلم ما كانتش بتخلف. انظر سويلم الصغير. خد يا سويلم الصغير سلم على سويلم الكبير. هو بالنسبه له لا توجه العمل اليوم ده اللي هو الشيخ. تروح عند دجال تلاقيه كاتب لا تؤجل عمل اليوم. هتلاقيه الشيخ عنده ديسبلين. الاي اي اللي هيتعمل سيرفراته في الارياف ده انا متحمس له بشكل مش طبيعي. لا والفكره ان انت ايه، احيانا في ناس بتدخل تحكي للاي اي عن الكراش بتاعته، فانت ده تحكي له على الكراش بتاعتك اللي هي من نفس البلد، هيروح بعت نوتيفيكيشن لابوها. شوف بنتك ماشيه مع مين. هو قاعد بيمسك الموبايل بابا صوت النوتيفيكيشن ده يبقى شوف يا راجل يا اللي نام على ودان. هيبقى في بدل دوت ستيرن نام على ودان. هيبقى على وضع اللي نام على ودان. مش هيرضى يقول لك السرطان، يقول لك المرض الوحش. اكتشفوا علاج للمرض الوحش. مش هيقول تعبان، يقول لك اللي ما تتسماش. انت فاهمني؟ هيغير اكسبريشنز كتيره في الكلام. الحنش. الحنش. تخيل لو ده عمل لك نظام غذائي، سمنه بلدي كتير والسجاير عادي الراجل اشرب. عفوا. هل السجاير مضره؟ لا عفوا. عارف يوم الفريق تاكل ايه؟ ايه؟ ورث اخواتك. عادي اما الطين يطلع بره. الطين الوحيد اللي اتفرط فيه اللي في الكوتشي، غير كده مفيش. انا لسه بادئ في موضوع البيرسونال براندنج ده من قريب. السوشيال ميديا قبل ما بتوصل للناس اللي انت ما تعرفهمش بتوصل اول للناس اللي انت تعرفهم، فجزء منهم بيبقى قرايبك. عايز تعمل بيرسونال براندنج وتفضحنا يا محي؟ انا اتعرض عليا البيرسونال براندنج ده زمان في التسعينات وكان لسه طالع وما رضيتش اعمله. ما رضيتش اجيبه. وجزء تاني هو مش فاهم انت بتعمل ايه. حلو يا عم باسم التقسيطه اللي انت عاملها لنفسك. في ناس رايهم حلوه التقسيطه اللي انت عاملها لنفسك دي، في ناس بيشوفوا التقسيطه دي هنستفيد منها احنا ازاي. فبتلاقي ايه ده يا معلم، انت بتشتغل في ايه؟ من امتى بتشتغل الشغلانه دي؟ هي الفكره دلوقتي ان احنا بين نارين. هل البيرسونال براندنج ام داري على شمعتك تقيل؟ انا بصراحه يعني كان رايي البيرسونال براندنج، بس بعد ما دخلت البيرسونال براندنج ارجح الرجوع اللي داري على شمعتك تقيل. هي المشكله بقى في انه بيبقى ده محتوى التجمع العائلي. ايه بقى شفتوا ايه بقى مكسر الدنيا انت يا عم. جمله مكسر الدنيا انت يا عم دي اللي هو اي حد بينزل ريلز يا اسطى يعني. افتح موبايلك انت ونزل ريلز. احنا طبعا عايزين نعمل بديل للبيرسونال براندنج. هو كان في الاولد سكول بقول لك ايه، جت صدفه عائليه وعملنا على قد كده ايه البروجكت دي جت صدفه. ما كناش عاملين حسابنا. مره واحده لقيتني ستوديو ارتست. تعمل البروجكت ده هتضايق كلاينت كلمني كده ما لحقتش ولا كان في دماغنا. ما لحقتش. ان شاء الله في البروجكت الكبير هنقول لكم. وهنفرح كلنا وبتاع ونرندر مع بعض. ايه يعني ايه الهوك والكلام ده انت بتصدقي حوار السي تي ايه ده يا اختي؟ ايه اللي كولتو اكشن والكلام الفاضي ده؟ لا ولا بيكولتو اكشن ده اللي بيرن على ايه حبه عيني اديله 20 يوم ما دقش البريف. بالظبط. بياكل نص بريف كده وينام كل يوم بالليل ما بياكلش. تعمل بيرسونال براندنج بس بتعمل له جبهه مضاده تحميه. كل ما الدايره اللي انت مش عايزها تركز تبتدي تشتتهم. هو لقم الارياف يعني تعمل لا يا اخويا تشانل اليوتيوب دول شويه ريلز بينزلهم وخلاص. هو هتحسبوها عليه تشانل. سيزون 1 دول 10 حلقات على وضع الطيران. على وضع الطيران ده حتى يعني ما بيسحبش شبكه. طيران ايه يعني عمل بي بايل؟ ما كل بنعمل الناس بتعمل بي بايل. تدي من هنا تدي من هنا تدي من هنا تدي من هنا وافضل اقول له ها البيمنت جه يقول لي لا ستيل بروسيسنج يا ماما. الناس دي بتستفزني فشخ ما اعرفش بس انا بتهيألي ان احنا ما بنعملش كده. احنا عارف العائلات الهطله بتاعت ده عمل كذا وكذا وكذا. يعني ما نعرفش نغلوش. احنا بنعمل كده. انا ازمتي مش مع العيله، انا ازمتي مع المحيطين. في واحد جارنا من ساعه ما طلع له ريل ليا بيشوفني نازل من البيت بيقف لي باحترام كده ويسلم عليا كاني مثلا لواء. ده راجل بيعرف يسجل ويصور. انت
تعرف ده مين ده؟ ده بيمنتج، ده بريمير. اللي قدامك ده بيبابلش لوحده، انت فاكر ايه؟ اقول لك على حاجه، بيسكادجول كمان. اللي قدامك ده بيسكادجول، انا شفته بيسكادجول. معا للقضاء على البيرسونال براند ولا للستوري تيلينج. اللت والعجن الكتير ده مش حلو. وجاءت اللحظه السعيده الحزينه، بنختم مش بس الحلقه ولكن السيزون الاول من على وضع الطيران. اعتقد انه سعيد بالنسبه لك يعني انا مش هتسهر تاني يوم الحد. يا جماعه الموضوع مرهق قوي. لا سعيد علشان دي حاجه احنا كان نفسنا نعملها وعملناها مش مره ولا 2 ولا 3، عملناها 10 مرات وبانتظام. احنا لغايه دلوقتي ما فيش ولا اسبوع قلنا سكيب لظروف مرضيه والكلام ده. بالظبط. فتسمح لي احييك على رومانسيه متنيه. حاجه كل ما هرجع لها هبقى مبسوط ان انا عملتها، وهيبقى في سيزون 2. اكيد هيبقى في سيزون 2. اتمنى نكون خلينا يومكم اسهل في اي يوم من الايام. لو انت اتفرجت مثلا على الحلقه دي اول حلقه، فيا بختك انت في 9 حلقات ما شفتهمش. هتوحشونا قوي. حتى لو لغايه دلوقتي احنا كوميونتي صغير، فاحنا عارفين بعض زي ما انتوا عارفيننا. يعني زي ما انت عارف باسم وباسم، انا عارف ان انت بتكتب كومنتس لان احنا قليلين. هذا الشله والجروب ان شاء الله نكبر، ولكن الى ان نلتقي مره اخرى لا تنسى عزيزي المستمع ان تضع مخك على وضع الطيران. انت مش لاحظ ان عبد العاطي راجع واحنا ماشيين صدفه؟ ما تنساش تفعل زر الجرس علشان لما نرجع يجي لك نوتيفيكيشن. احنا الحلقه الاولى نزلت بعد 15 سنه. السيزون اللي جاي لا بقى اديني وقتي. معلش انا طلع عين امي في 10 حلقات، اديني وقتي. لا يا عم خد وقت.